السلام عليكم متابعي قناة مقياس العقل. كشفت دراسة أنثروبولوجية حديثة قام بها باحثون من إيرلندا وبلجيكا والولايات المتحدة الأمريكية، وتعتمد على تصوير الوجه حوالي 500 شخص من جميع الأنحاء العالم بتقنية 3D من أجل الحصول على قياس دقيق لشكل أنوفهم، ووجدوا أنها ترتبط ارتباطا وثيقا بالمناخ الذي ولدوا فيه. وقال مارك الذي أشرف على دراسة: لقد تم التشكيك في العلاقة بين شكل الأنف والمناخ لفترة طويلة، وقد ظهر الارتباط بين شكل الأنف والمناخ من قبل عدة مرات، ولكن باستخدام شكل جمجمة البشرية. وأضاف: لقد توسعنا في هذه المجموعة من أدلة من خلال دراسة التباين في الأنف الخارجي والتغييرات الوراثية الكامنة، وكلاهما لم يتم فحصه حتى الآن بسبب التحديات المنهجية. وأثبتت الدراسة أن الأنوف الضيقة ترتبط بالمناخ البارد والجاف، أما الواسعة فتكون شائعة في المناطق الحارة والرطبة. وتدعم تلك النتائج نظرية قديمة تسمى حكم تومسون، التي اقترحها عالم تريح آرثر تومسون في القرن التاسع عشر، والتي قامت على حقيقة أن الأنف يساعد على تصفية الهواء قبل وصوله للجهاز التنفسي، ولأن الهواء الدافئ هو المثالي، لذا فإن المناطق الباردة تحتاج إلى أنوف ضيقة حتى تتمكن من تدفئة الهواء بشكل جيد قبل وصوله للجهاز التنفسي. أنا عجبك الفيديو لا تنسى بالإعجاب على الفيديو. اشتراك في القناة يدعمنا، لا تبخل في الاشتراك معنا لترى كل حصري وجديد في قناة مقياس العقل.